معرض رائع بصراحة، لأنه في ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عن نفسي بسميهم فرسان الإرادة، لأنه فعلا عاملين أنواع جميلة من الفن التشكيلي، عاملين كوكتيل من الجرافيك والطباعة والألوان الزيتية والألوان بالقلم الرصاص والفحم. فدي حاجة رائعة، وإحنا بنشجع دايما الأعمال الإنسانية اللي بيها اسم المعرض. التمثال بتاعي هو تمثال النحت من النحت. طبعا هو ينفع حاجه سوبر ماريونيت، سوبر ماريونيت، لانه طبعا ممكن يتلبس في مهرجان او حاجه زي كده. بتكون بتدعي الى مثلا تشجيع منتخب، تشجيع كوره. طبعا فوق هامته علم مصر، أسنانه أو لون بشرته من اللون القمحي الغامق، زي جزء من مصر ومن تراب مصر، الأقصر وأسوان. أسنانه متلونة بشكل طبيعي، إن هو واضح إن هو بيحب يشرب العرقسوس أو التمر الهندي، تمام. وهي مأثرة على أسنانه شوية. طبعا فتحة بقه الجامدة دي فيها قوة، على أساس إنه بيشجع ومشجع قوي. يا رب يكون شغلي عجبكم. بشكر كل المسؤولين عن المعرض، بشكر الدكتور عبد الكريم الفراجي، بشكر الفنانة الشعب الفنانة جيهان، بشكر عميدة الأكاديمية الأستاذة عبير، بشكر محمد عامر، أنا أخاف أنسى حد. كلهم بصراحة قائمين على تشجيع وتنمية المواهب، سواء في جميع الأعمار السنية. في معانا ناس من الكليات، كلية التربية الفنية والفنون الجميلة، في ناس أساتذة في النوعيات من النحت وأساتذة في النحت معانا. صراحة معرض رائع، بنشجع فيه المواهب، وهو كله للخير وللإنسانية. أكاديمية ريشة والميدان الإنسانية.